اليوم في هذه الحلقة نهضروا على تطور الجيش الروماني والدور اللي لعبوا هذا الجيش في بوماريا. كاين حرس مصورو جوزيف كانال في 1888 يوري فيه معسكر بوماريا وتوزيع الفرق العسكرية في وسطه. في هذه المحاولة اللي تم نشرها وتداولها بشكل واسع خدموا كانال على حسب التقسيم الأول اللي كان يتبعوا الجيش الروماني واللي فيه لي زاستا، لي فيليت ولي تريير. بصح في الوقت اللي بناو حصن بوماريا هاد الفرقات ما بقاوش. قولوا لي علاش؟ في 107 قبل الميلاد الجنرال غايوس ماريوس عسكري وسياسي مشهور في تاريخ الجمهورية الرومانية، على خاطر دخل على الجيش الروماني إصلاحات كبيرة ولاو الجنود بفضلها محترفين يكتسبوا خبرات على العام باش يكونوا واجدين للحرب. من هذه الإصلاحات نظام تجنيد دايم ومنظم مبني على شروط تخص السن والصحة والشطارة، الشيء اللي زاد عزز الانضباط والجاهزية القتالية. الجنود المساعدين لي بيرديني هما البربر، كان الجيش الروماني يجندهم، فيهم فرقات متخصصة في رمي السهام والرماح والقتال بالسيف، ومعاهم فرسان بسلاح خفيف واللي كان فعال. في المقابل المواطنين الرومانيين كانوا مجندين في وحدات الفرسان النظامية اللي كانت تشكل قوة عظيمة. وفي بوماريا كان تاني لي زيكسبلوراتوريس، هذه وحدة استطلاع وجوسسة ومراقبة لتحركات العدو. هاد التنظيمات كانت تعتمد على التكامل بين الجنود النظاميين والمساعدين باش يأدوا مع بعض يردوا على العديان. قبل الإصلاحات اللي عملها الجنرال ماريوس كانوا الجنود يدبروا يصانهم في المشرى تاع السلاح، اللي مسكين ما عندوش باش يشري ما ينجمش يدخل للعسكر. من بين السلاح الترس، الدرع، السيف، الرمح والقوس. ومع إصلاحات الجنرال ماريوس الدولة الرومانية بدأت تتكلف بتجهيز الجنود، الشيء اللي عطى الجيش الروماني أكثر احترافية. ومع الوقت بدأ الفرق بين الجنود النظاميين والمساعدين يزول. من بعد 3 قرون على إصلاحات ماريوس في 201 ميلادي في معسكر بوماريا كانت قوات متنوعة نظامية ومساعدة اللي كانت مع بعض تشكل جيش موحد ما يفرقش لا بين الأصول ولا المكانة. بعد اللي طاحت الإمبراطورية الرومانية عام 476 للميلاد تخلاو على بوماريا مع الوقت، وبعد قرون البنيان اللي كان فيه ولا خراب، والحجر نتاعو الواجد استعملاته الحضارات اللي جات من بعد كما باب العقبة في أكادير اللي ما بقاتش اليوم، وحيوط قاعة الصلاة في الجامع الكبير تاع أكادير، وقاعدة الصمعة نتاعو. وفي هذا القدر كفاية، والحلقة الماجية نتكلموا إن شاء الله على مسجد أكادير.